عددا من الدراسات الأدبية والنقدية وعدد من الشخصيات الأدبية من أمثال غازي القصيبي وعبد الرحمن أحمد مبارك. اشتراك مع أحمد شفيق اللي هو غازي القصيبي. اشتراك مع أحمد شفيق. نعم. وعبد الرحمن صالح وياسين الفيل وعبد الله شرف وغيرهم. وحصل على الجائزة الأولى في الشعر من نادي القصيم، والثانية من نادي أبها، والثالثة من نادي الطائف في السعودية، ومن دواوين الشعرية كداعيات وفي انتظار الشمس. أيمن صادق ولد بالإسكندرية عام 64، وارتبط بالشاعر الراحل عبد المنعم الأنصاري، ونشر عدة دواوين منها سمريات، سمر وحلم النوارس، الموت على قارعة النشيد. جابر دسيوني هو اللي عجبني. ولد بالإسكندرية عام 1960، وتلقى تعليمه بها حتى حصل على ليسانس الحقوق. أنا سمعت إن أنت معاك بخش دلوقتي. لا، ده غلط شائع. وصححتها عشان كده ما رضيتش أثبتها. لا، المدام هي قلت لا أعلم هذا عن أنا أكملني ضرايب، فبيربطوا الضرايب بالتجارة. إنما أنت عارف هو ما أنا كنت بعرف أنت كتبت منين. وزير الحقوق وروح الأداب. أيوة طبعا. أنا بقول لحضرتك طبعا. طبعا. كان كم حقوق مفيش 3 سنين كده ولا حاجة؟ لا. تفتحت موهبته الشعرية من خلال اتصاله الوثيق بالحياة الثقافية وارتباطه بالراحل أحمد السمرة، ومن دواوينه الشعرية أحلام، كل صباح أتجدد، حزني أنا أولى به، لحن الماء، وأشرف على ندوة الثلاثاء بقصر ثقافة الأنفوشي، وله عدة ندوات ثقافية دائمة بمركز الإسكندرية للإبداع وقصر التذوق في الإسكندرية. صبري أبو علم ولد بمدينة طهطا 43، وتلقى تعليمه في الإسكندرية، وحصل على ليسانس الآداب من قسم الأنثروبولوجيا. على فكرة صبري أبو علم أول دفعة يخرجها قسم الأنثروبولوجي في آداب اسكندرية. كانت 43 حط عليهم 22 بقى. يعني 65. لا بس في نقطة، هو قال لي إنه دخل البحرية، وهو في البحرية انتسب لمدرسة التحرير. هو اتأخر شوية. لا طبعا في هو كان عنيد ووالدته وكده، فكان ما كملش التعليم، بعد رجع لحق نفسه. هتلاقي طبعا في عميد ولا عنيد؟ كان متطوع عنيد متطوع في البحرية. عميد الإن. لا باللولة يا دكتور باللولة. ونشرت قصائده في عدد من المجلات المصرية والعربية، وأذيعت له بالإذاعة المصرية عدة أعمال درامية منها عطر الأيام والبحر والرجال. عادل خليل ولد بالإسكندرية 59، وتخرج في كلية الآداب من قسم اللغة العربية 81، وعمل في وزارة التربية والتعليم، ثم سافر إلى الكويت ولا يزال يعمل بها حتى الآن. وله عدة دواوين. عادل مسافر 87. عايزين نغنيه ويرجع إلى